لو كنت طلبتي كنت قدمتلك كل حاجة ليكي وانا مبسوطة، لكن انت ما طلبتيش. انت ليه بتحاولي تدمريني بالشكل ده؟ ليه تعملي اللي انت عملتيه ده؟ ده انت اختي، المفروض تفرحيلي، لكن انت واخدة الموضوع كأنها حرب ما بيني وما بينك. اقولك ايه، عشان تبقي الطيبة الغلبانة اللي واقفة جنبي وانا الوحشة اللي مش عارفة انجح ومش عارفة اعمل اي حاجة في حياتي؟ مش هو ده اللي انت عايزاه؟ مش هي دي اللعبة اللي انت بتلعبيها طول عمرك؟ لعبة ايه اللي انت بتقولي عليها؟ انا مش فاهمة حاجة منك. انا عمري اذيتك؟ عمري عملتلك اي حاجة وحشة؟ ليه تعملي كده؟ ليه بتحاولي تدمريني بدل ما تقفي جنبي؟ بدل ما تشجعيني بتكسريني. واشجعك ليه؟ عشان تفضلي تاخدي كل حاجة ليكي؟ انا لا يمكن ابدا هسامحك. ولو بتسألي انت خدتي مني ايه، فانت خدتي مني كل حاجة، ما سبتيليش حاجة خالص، وانا عمري ما سامحتك ولا حبيتك. انا سارة، ماليش غير اختي سباح في الدنيا كلها. والدتنا عايشة وموجودة، وهي اللي ربتنا، بس للأسف اللي حصل منها فضل سنين كتير أثاره حوالينا. تابعوا معايا للنهاية عشان تعرفوا احنا حصل لنا ايه. لكن قبل ما أبدأ قصتنا، حابة أنبهكم وأقول لكم على قناتنا الجديدة. قناتنا الجديدة هيكون فيها قصص من اللي انتوا بتحبوها، وهتكون متنوعة، وإن شاء الله هتدخلوا تتفرجوا عليها وهتعجبكم جدا. أنا عايزة منكم إنكم تدعموني كالعادة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، لأني دايما بهتم بيكم وبآرائكم وبتعليقاتكم، وبكبر وقنواتي بتكبر بدعمكم ليا. ويلا بينا يا أحلى متابعين عشان نشوف قصتنا بتقول ايه. انا بقى يا ماما عاوزة اشتري فستان زي بتاع سارة اختي اللي انت اشتريته لها الاسبوع اللي فات، عشان احضر بيه فرح بنت خالتي، عشان نفسي ابقى انا وسارة لابسين زي بعض. وهو انت يا حبيبتي انت وسارة لابسين زي بعض ايه؟ هو انت دايما تتكلمي في الموضوع ده؟ مش هينفع تلبسي زي سارة ابدا. سارة دي واحدة جسمها مظبوط ورقيقة وقصيرة كده، تحسيها حتة بسكوتة ماشية على الارض، طالعة شبهي بالظبط، واخدة مني جمال الشكل وجمال الجسم. لكن انت للأسف طلع على بوكي طويلة وملامحك رجولية، ده غير ان شعرك خشن وبيطلع عينين على ما يتظبط. بصي انا هشتريلك فستان، لكن حاجة كده واسعة تداري جسمك التخين ده، ويبقى اوديكي للكوافير يحاول يظبطلك اي حاجة في شعرك اللي عامل زي سلك المواعين ده. يا ماما لو سمحتي بطلي كلامك اللي بتقوليه لها ده. ليه بتكلميها كده؟ ولا انا عملت اي حاجة عشان جسمي يبقى كده، ولا هي عملت اي حاجة عشان جسمها يبقى كده. احنا ربنا خلقنا كده. انا باكل كتير جدا على فكرة وما بتخنش، لكن هي ما بتاكلش اصلا غير حاجات بسيطة قوي، وبتتخن يا دوبك من اقل حاجة. فدي حاجة ملهاش علاقة بيها، دي حاجة ربنا اللي عملها. لا يا حبيبتي، دي جينات يا قلبي. انتي طلعالي جميلة وأمورة وشعرك زي الحرير، جسمك مظبوط زي تمام. انما اختك طالعة لعماتك جسم يقرف وشعر يقرف. انا ما قلتش ان دي مش خلقة ربنا، بس بفهمها ان ما ينفعش تلبس زيك، لازم تلبس حاجة تداري القرف اللي هي فيه ده. ردت سماح اختي عليها وقالت لها انا مش عايزة احضر خالص يا ماما، بس لو سمحتي بلاش تقوليلي الكلام اللي يحرق الدم ده. عندك سارة هاتلها كل اللي انت عايزاه، وانا مش عايزة اروح في حتة اصلا. ودخلت سماح اوضتها وهي بتعيط، ودخلت سارة وراها وقالت لها ما تعيطيش يا عبيطة وسيبك منها، انتي اصلا زي القمر، مش محتاجة اي حاجة. هي دايما ماما كده كلامها عامل زي الدبش، وفي الاخر تقولك ان انتي جميلة وامورة. مش عارفة مرايات البيت اللي كانت في بيت جدك اتكسرت ولا ايه؟ مفكرة نفسها سعاد حسني؟ هي عاملة شبه الراجل اللي كان طالع بدور الطباخ في حريم السلطان. جهتك ايه يا سارة؟ محدش بيعرف يضحكني غيرك. انا عارفة انتي بتقوليلي الكلام ده ليه، عشان تضحكيني، لكن ماما عندها حق. انا فعلا وحشة، بس اعمل ايه؟ انا عملت رجيم كتير ومفيش فايدة، ومعيش فلوس ان انا اعمل عملية. الوضع صعب قوي. يعني كل الناس مفكرة ان اللي جسمهم تخين بيبقوا فرحانين بكده، ما هم ما يعرفوش ان احنا بنتعذب، نحرم نفسنا من الاكل ومن كل حاجة عشان نبقى زيكم. لكن ده ما بيحصلش، حاجة ربنا خلقها كده. جسمنا بيتلكك عشان يتخن. اعمل ايه بس؟
أنا مفيش والله حاجة بإيدي أعملها. في بإيدك يا سماح، في إنك تتقبلي نفسك، إنك تحبي نفسك زي ما انتي. بطلي تسمعي كلام حد. انتي جميلة، ربنا خلق كل الناس جميلة، مش خلق واحد وحش أبدا. البسي اللي يناسبك ويظهر جمالك. أقولك على حاجة، هتروحي تحضري معايا الفرح، وانا اللي هنزل معاكي وانقلك حاجة تكون مناسبة ليكي، وهظبطلك شعرك بنفسي، خليكي احلى واحدة في الفرح ده كله. بس هم يا سارة بيقعدوا يتريقوا عليا. انت عارفة اهل ماما وحشين ازاي، وماما بتقعد تضحك معاهم كأني مش بنتها، وفي الاخر لما ازعل تقولي ان انا اللي كئيبة عشان بعمل كده. انا مش عايزة احضر الفرح ده والله. ما تضغطيش عليا يا سارة. هتحضري يا سماح وهتبقي قاعدة جنبي، ولو حد اتكلم أنا اللي هرد عليه. انتي أختي وأنا مش هسيب حد يهينك أبدا، وإذا حصل وماما ضحكت معاهم أنا هاخدك ونمشي ونسيب الفرح. قوم يلا البسي عشان نروح نشتري الفستان، وما تقلقيش خالص من ناحية الفلوس، أنا هعرف ازاي اخد من ماما الفلوس دي، ما تقلقيش. فعلا نزلوا سوا واشتروا الفستان، وكانت جايبة حاجة شيك جدا تليق على جسم سماح التخين. يوم الفرح أختها سارة راحت معاها الكوافير وحطت لها ميك اب، وكانت زي القمر، وراحوا الاتنين الفرح مع بعض، وكانوا قاعدين مع أهل مامتهم بيسقفوا فرحانين، لحد ما قربت سامية وفوزية اخوات مامتهم. قربوا منهم وقعدوا يهزروا ويضحكوا مع مامتهم بكلام بايخ جدا على سماح. هو انتوا لقيتوا الفستان مقاس سماح منين؟ هو في فساتين سهرة مقاس 10 اكس؟ بس تصدقي يا بنتي يا سماح الفستان لايق عليكي، برميل ترشي لابس فستان سهرة. والله فستان اللي عليها ده ما يتباعش بالاكس ولا بالمقاسات العادية دي. تلاقيها راحت للراجل وقالت له عايزة فستان ماركة ابو زلومة، ده يا دوبك اقل واجب عشان يجي على مقاسها. ردت والدة سماح عليهم وقالت لهم انتم اقعدوا كده قولوا كلام وضحكوني، جاتكم ايه والله العظيم، اما دمكم زي العسل. انا كنت قاعده لسه زهقانه ومعرفتش اضحك الا لما انتوا جيتوا. ردت ساره عليهم وقالت لهم على فكره الموضوع مش مضحك ابدا ان انتوا تتريقوا عليها، جميله هي والفستان اللي عليها زي العسل. هو انتم ما بتبصوش في المرايه ولا ايه؟ شكلكم اصلا يقطع الخميره من البيت، عاملين زي العفاريت وبتتريقوا على مين؟ روحوا بصوا في المرايه الاول، ده انتم مش شبه البني ادمين اصلا. ايه يا بنت قله الادب وقله الربايه دي؟ انت ازاي تكلمي خالاتك بالطريقه دي؟ احنا هنا مش شبه البني ادمين. ايه صلى يا اختي على اختك اللي عامله شبه شوال القطن، على الاقل احنا الواحده فينا رفيعه وجسمها مظبوط، رغم اننا سننا اكبر منكم بكتير. انت مش رفيعه حلاوه جسم، انتوا رفيعين من الغل والحقد اللي مالي قلوبكم. فهي بتتخن عشان قلبها صافي ونضيف، مش صفرة وبتاكل في نفسها زيكم. اتولدت سارة وقالت بطلي يا بت قلة أدب، هما ولا اتريقوا عليكم ولا اتكلموا على سماح وبس، وبيهزروا معاها عادي يعني، وهي يا اختي ساكتة وما اتكلمتش. ولا انت كانت عينتك محامي عندها؟ لو انت يا حبيبتي المحامي بتاعها عرفيني عشان ابقى عاملة حسابي. ماما انا المحامي بتاعها، بدل ما تقعدي تتريقي مع اخواتك على بنتك قولي لهم عيب قوي اللي هم بيقولوه عليها ده. جربي كده تتريقي على حد من عيالهم وشوفي هيقبلوا ولا لا. تريق على عيالنا ليه يا حبيبتي؟ هم عيالنا فيهم ايه؟ ما هم زي الفل اهو. شايفه واحده فيهم تخينه ولا واحده فيهم لسانها طويل وقلة الادب زيي؟ ما فيش واحده فيهم تخينه. بس عندك مثلا العروسه بتاعت النهارده حولة لولا اللينسز اللي انت حطها لها عشان تضحكوا بيها على العريس، بكرة تتطلق وتقعد جنبك لما اللينسز يتشال والعريس يعرف انها حولة. وانت يا خالتي كفاية ابنك اللي لسانه بيفضل يفسي زي العربية اللي ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض. قالك ايه يا بنتي انت تخرسي خالص، وانت لمي بنتك دي شوية، عشان اقسم بالله لو ما لمتيها وخليتيها تتلم وتسكت لفرج عليها الفرح ده كله دلوقتي. ردت سامية وقالت ونكد على نفسنا ليه ونبوظ الدنيا ليه؟ لو مش هتسكتي وتلمي نفسك اطلعي برا الفرح، تحضر لناش حاجة طالما يا حبيبتي مش عاجبيني. ما يتطربق على دماغكم يا حبيبتي، انا هاخد اختي وهمشي، وانتي يا ماما خليكي مع اخواتك طالما اخواتك اهم من ولادك. انا عايزاكي بس تشوفي بعينك ان مفيش واحده فيهم استحملت كلمه واحده على عيالها، لكن انتي قاعده وشايفه سماح بتعيط من كلامهم وساكته. يلا يا بنتي يا سماح خلينا نروح ونقعد رايقين في البيت.
الصداع بتاع الفرح ده بتاع شوية المعتوهين دول. للأسف الحلو ما يكملش أبدا. جميلة وأمورة وكل حاجة فيها حلوة، لكن لسانها عايز يتقص منه حتة. لازم يا أم سماح تأدبيها وتعرفيها إن إحنا كنا بنهزر، إحنا ما نقصدش، ما كانش ينفع أبدا اللي هي عملته في وسط الفرح ده. وفعلا أنا مش عارفة بصراحة البت دي طالعة قليلة الأدب كده لمين؟ ده احنا مفيش فينا واحدة لعيبة بتطلع من بقها، الواحدة فينا بتحاسب على الكلمة قبل ما تقولها، ودي تقعد تتريق على بنتي وعلى ابن سامية بالشكل ده؟ هي دي تربية؟ والدة سماح وقالت معلش ما تزعلوش، هعمل ايه بس، ما هي سماح خدت شكل عيلة ابوها اللي ما يعلم بها الا ربنا، وسارة اخدت لسانهم الطويل وقلة تربيتهم، ما هو انا بختي كده ما يعلم بيه الا ربنا. معلش حقكم عليا، اهو مشي هو وانا معاكم بقى وما تزعلوش. البيت وفضلت سارة تتكلم وتهزر مع سماح لحد ما سماح بطلت عياط خالص. مرت الأيام وبدأت سارة تعمل قناة على اليوتيوب، وكانت بتطلع وبتقول قصص وحكايات، وكانت القناة بتاعتها بدأت تتعرف. أختك طول عمرها مريحاني ومريحة قلبي، وهي قاعدة في البيت زي ما هي، عملت قناة على اليوتيوب وبقت تدخل فلوس وهي مرتاحة، مش انت اللي قاعدة حمل وعلى عليا وخلاص. انت مش عارفة حتى يا بنت تعملي أي حاجة، ولا عندك تفكير ولا عندك دماغ أبدا. ماما عايزاني اعمل ايه بس، انا بنزل ادور على شغل ومش لاقيه، يعني انا ذنبي ان حضرتك بتفضلي تقارنيني كل شويه بساره اختي؟ نفسك في ايه يا ماما؟ ان احنا نكره بعض انا وهي؟ ارحميني بقى من اللي انت بتعمليه فيا. حبيبتي نفسي انك تتلحلحي شويه وتخليكي بني ادمه، على ما تبقي تلاقي شغل افتحي كده قناه زي اختك، اهو على الاقل خالص تدخلي قرش يمكن تفلحي في حاجه. بس يا ماما اللي افتحها مفيش حاجة في دماغي أصلا ولا فكرة، وبعدين هو عشان أختي عملت فكرة أروح أقلدها؟ ينفع طبعا يا ماما، أنا مش عايزة سارة تزعل مني. تزعل ولا حاجة، ما كل الناس بيعملوا قنوات، جت على القناة بتاعتك يعني؟ سماح كلام مامتها وفعلا عملت قناة، لكن ما قالتش لأختها عشان خافت لأختها تزعل منها. كانت بتطلع تعمل مكياج شكله مضحك وتلبس هدوم مضحكة وتقول قصص ومواقف مضحكة في حياتها، بتكون مألفاها من دماغها، لحد ما القناة بتاعتها نجحت وبسرعة جدا كمان. وهنا بدأت الفتنة تدخل ما بين الأختين.